السلام عليكم الزول الفلاوين، مرحبا يسون. ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده، جمعه طيبه مباركه، ان شاء الله ربي يتقبل دعواتكم وصالح اعمالكم في هذا اليوم المبارك. دائما مع الوصفات الرمضانيه جبت لكم هذه الوصفه، وصفه بوراك العجين اللي تجي بزاف بنين، اللي يجي هشيش، العجينه تاعو خفيفه منبله ومقرمش، والحشوه تاعو تاني اكيد راح تجي بزاف بزاف بنينه. ندوزو مع بعض نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. يلا بسم الله. بسم الله، نبداو بلائحة المقادير. في الاول هنا عندي الفرينة، عندي 3 كيلات فرينة. هنايا كيلت بالغامكان، كل غامكان رفدت لي حوالي 90 غرام تاع الفرينة مصيرة. هنايا 6 ملاعق تاع زيت نباتي، ملعقة تاع اكل، ملعقة كبيرة 6 كما كتشوفوا هنا تحت من النص، ما نكتروش باش تجينا منبله. عندي ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلويات، ملعقة صغيرة تاع الملح، ملعقة كبيرة تاع الخل، وكمية من الماء باش نبلو العجينة. ندوزو مع بعض نشوفوا الطريقة. هنا في ريسيبيون ندير 3 كيلات فرينة. هنا الفرينة راهي مصيرة، صيرتها من قبل، خديت هاد لو غامكا فوالا باش نعبر به. دونك 3 كيلات فرينة مصيرة، نزيد عليها ملعقة صغيرة تاع الملح وملعقة صغيرة تاع خميرة الحلويات. نخلط هنايا النواشف مع بعض هكذا تخليطه خفيفه. من بعد نبسس ب6 مغارف تاع الزيت. هنايا 4 كيلو عطاتني 6 ملاعق. ملعقه كبيره تاع الخل، هنا يعتبر محسن يواسي لي العجينه تاعي، يخفف لي العجينه. اذا هنا نخلط هكذا، ومن بعد نجوز نبسس هاد العجينه يعني بيديا. هنا نحي الملعقه غير بيديا هكذا، نبقى نبسس، ندخل كامل هذاك ليدام في الفرينه انا هكذا بهاد العمليه حتى وين نحس كامل هذاك ليدام دخل في الفرينه. من بعد نجوز نبل العجينه تاعي. هنا انا موجده انايا كيله تاع الماء، ما عادي يعني من الحنفيه، ومن بعد نشوفوا الى الكيله تاعنا تكفي ولا لا. مازال هنايا العجينه تاعي مازال ما نضمتش، نزيد هكذا 2 رشات تاع الماء. اذا الكميه تاع الماء ما تتقيدوش بها، شوفوا على حسب الفرينه تاعكم الى تشرب ولا لا. والعجينه ما تحبش تكون طريه، تعذبكم في الخدمه، وما تكونش يابسه طبعا. هكذا نطمها ونتحصل على هاد العجينه وعلى هاد القوام. هكذا شوفوا معايا كيفاش جات العجينه، هذا هو القوام ديالها. نحط العجينه فوق سطح العمل. هنا نعجنها شويه، ندلكها يعني ماشي بزاف، هكذا شويه برك بس ما يدخلوا كامل هذوك المواد مع بعض، فوالا يندمجوا مع بعض. ومن بعد نغلفها، نحتفظ بها في الثلاجه. والعجينه تاعنا قد ما ريحت قد ما تعطينا نتيجه احسن. هنايا نغلفها كما قلت لكم، فوالا نحطها في الثلاجه وندوزو مع بعض نحضروا الحشوه تاعنا. هنا في مقله حطيتها على النار، درت شويه تاع الزيت، شويه تاع السمن. انا دائما هكذا نحب ندير خليط سمن وزيت في طبختنا هكذا التقليديه. دونك هنا راح ندير حشوه باللحم المرحي ولا اللحم المفروم. هنا درت ليدام حطيته يسخن، حطيت عليه بصله. هنا نقلي هذاك البصل في ليدام مليح قبل ما نزيد له اللحم المرحي. والحشوه طبعا تبقى اختياريه، وكل واحد يدير واش يحب. المهم رانا ننوعوا كامل في الحشوات، وكل واحد على حسب ذوق وعلى حسب واش متوفر عنده في الدار. بعد ما تقلات البصله هنا نزيد لها كميه من اللحم المفروم. صراحه انا نفضل يحبوا اللحم المرحي، بوراك تاع اللحم، فوالا. وكل واحد يدير واش يحب طبعا والمقدور ديالو، فوالا. دوك نحرك هكذايا هذاك اللحم ديالي، نحاول نحلو كامل هكا بواسطه الملعقه خشبيه ولا هكذا، نبقى معاه نحلو كامل باش ما يطيبليش هكذا كتل يجي مزربع في طيابو. انا نحركهم مليح مليح. ومن بعد نزيد التوابل، يعني التوابل ما نديرهمش في الاول. هنا نزيد كميه من الملح، ما نكتروش. هنا درت ملعقه صغيره ماشي معمره، شويه تاع فلفل الكحل وقليل من القرفه. دونك هادو هما التوابل، هذا واش ندير في الحشوه تاعي. نحرك دائما مع التحريك المستمر باش كما قلت لكم اللحم تاعي يطيب مزربع، ما يطيبش هكذاك كتل كامل. هنا بعد ما مده ما حركته، شوفوا هنايا راهو تزربع، نزيد له كميه من الماء ونغطيه ونخليه يطيب على نار هاديه
فوالا يعني للامانه انا درت له 2 خطرات الماء، كي نشوفو نشف نزيد له شويه. فوالا هكذا يكمل طيابو هذاك اللحم. في الاخير هنا نفاقد اللحم ديالي، نزيد له كميه من المعدنوس. اذا هنا اكيد راح تقولوا لي بلي الوصفه الاصليه ما فيهاش المعدنوس، هي حقيقه ما فيهاش، لكن على حسب الرغبه. انا نحب ندير المعدنوس، نزيدو هكذا مع الاخر. دونك هكذا نحرك تحريكه خفيفه ونطفي ونخلي الحشوه تاعي تبرد باش من بعد نجوزو نخدمو البوراك ديالنا. نجوزو مع بعض نوجدو البوراك تاعنا. هنا راني موجده كاع واش نحتاج. العجينه ملاحظه بايته للكامل في الفريجيدير، وهذه نصف الكميه تاع العجينه اللي حضرتها معكم. ما تقوليش حضرنا عجينه كبيره ولا صغيره، هذه بايته في الفريجيدير وحده. وثانيا قسمتها على زوج، نحيت نص خبيته في الكونجيلاتور والنص الاخر راح نخدمه معكم. الحشو كذلك، يعني خليت نص نحتاجو لحاجه اخرى ونص راح نخدم معكم البوراكات تاعنا. فوالا اذا هذه للاشاره باش ما تقولوليش شيانه العجينه. اذا هنا نرش كما شفتوا في سطح العمل، على سطح العمل رشيت لا مايزينا ولا النشا، ونبدا نحل العجينه. يعني هايله صراحه، بعد ما باتت جات بزاف هايله رطبه تبرق، وحتى في الحلال يعني جاتني سهله. انا هكذا نحلها رقيقه، ومن بعد جوز نقطعها بك لومبورتو بياس. هنا لومبورتو بياس كنت خديت نفس المقاس مع الطابع ديالي. فوالا هكذا ونطبع ونضغط عليه ونقطع كامل هكذا دوائر، ونحاول هكذا نقرب مليح لومبورتو بياس تاعي باش نتحصل على اكبر عدد من الدوائر وما يكونوش عندي بزاف لي شوت. على حتى هنا نحاول. فوالا تخرجت لي وحده. نحي كامل هادوك الزوائد تاع العجينه ونحطهم في كيس بلاستيكي، ومن بعد نزيد نخدمهم ونحلهم بلوتو وندير بهم بوراكات واحد اخرين. هنا نستف كامل هاد الدوائر تاعي ونبدا نحل بالوحده. يلا بسم الله. دائما هكذا نرش شويه تاع فرينه. انا رشيت هنا لا مايزينا ولا نشا، ونحل هكذا العجينه تاعي. هنا كي ارتاحت عاودت انضمت. فوالا دوك نحلها، نقيس على حساب لو مول ديالي. فوالا ومن بعد نحط كميه من الحشوه. هنا لومبورتو بياس ولا الطابع تاعي ماشي كبير بزاف، دونك الحشوه ما نديرش بزاف. وهنا فقط هكذا باش نتاكد بلي ما ينحلوليش، نشمخ صباعتيا ونضغط شويه على الاطراف، شويه ما نشمخش بزاف، نضغط عليها مليح مليح على الاطراف باش ما تنحليش. ومن بعد نحي كامل هذوك الزوائد هكذا بصبعي، نحيهم يعني يتنحاو بكل سهوله، ونتحصلوا على حبيبه تاع بوراك العجين تجي بزاف بزاف متحوفه. هنا الاضاءه راهي بزاف ما بانتش مليح. فوالا مي سينون خرجت حبه شابه متحوفه. فوالا هكذا. انا درت بهذا الصغير، تقدروا ديروا بالكبير، المهم كما حبيتوا. انا هذا اللي حبيت، عندي كبير يخرجوا لي بزاف كبار الحبات تاع البوراك. نفس الشيء هكذا نحلها، نعاود نحلها رقيقه مليح هكذا باش تنبل معايا وتجي شابه ما تجيش معجنه. ناخذ الطابع توجور لا ميم شوز، نفس الشيء. وهنا نقلب العجينه، شوفوا نقلبها اللي كانت على سطح العمل هي اللي نديرها مقابلتني، تجي شويه من الديا باش كي نغلق تلصق، والاخرى اللي ناشفه نحطها من تحت جهه لومبورتو بياس. نضغط مليح مليح على الاطراف باش ما ينحلوش. نحي هذيك زياده نفس الطريقه اللي درتها مع الاولى. ملاحظه اللي ما عندهاش هذا الطابع، تحل العجينه تاعها مدوره عادي وتحط الحشوه وتطوي وتغلق هكذا غير بواسطه الفرشيطه، وتتحصلوا على حبيبه بوراك تجي ما شاء الله. انا هكذا نزيد وحده معكم هنا فقط باش نوري لكم الحشوه، ماشي باش نطول عليكم. نوري لكم هنا الحشوه تاع اللحم المكفت والبيض. هنا كنت قليت البيض جونغ هكذا اومليت وقطعته هكذا طريفات صغار. اذا هذه هي الحشوه الاصليه تاع البوراك، سواء تاع العجين ولا تاع الديول. فوالا دوك ندي كامل هذوك الاطراف ونغلق وندير نفس الطريقه كيما درت مع الاولين. انا راح نكمل كامل العجينه اللي قعدت لي مع كامل هذوك الزوائد. نزيد ندير بوراكات واحد اخرين. صراحه يعني خرجت لي بزاف هاد الكميه.
اللي ما تسحقش بزاف ندير عبار صغير. فوالا دوك هكذا راني حاطه الزيت سخن ونجوزو مع بعض نقليو. طبعا كما كنتو تشوفوا دائما لازم يكونوا مغلفين باش ما ينشفولكمش. نجوزو هنا مع بعض العملية القلي. هنا فوق النار حطيت لافريتوز فيها كمية من الزيت، نار متوسطة ماشي قوية، نحط هكذا بالوحدة هكذا بالحبة ونرمي عليهم الزيت هكذا باش يتنبلوا ويتشلفطوا. هنا قربت لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا هذوك النبابل. فوالا دونك النتيجه هايله، فوالا نتيجه مرضيه. هكذا نقلب نرمي الزيت حتى وين يتحمروا. كما قلت لكم النار يعني متوسطه باش ما يتحمروش من الفوق يقعدوا خضوره لداخل. نتاكدوا باللي طابوا دائما هكذا مع التحريك المستمر والتقليب. ومن بعد نصفيهم، يعني حتى نستنى نصبر عليهم حتى وين يتلونوا ياخذوا لون ذهبي، ومن بعد نصفيهم. ولا هكذا البوراكات تاعنا طابوا تحمروا الله يبارك. كما كنتوا تشوفوا خداو اللون هذا ذهبي. شوفوا كيفاش تشلفطوا، يعني جاو هايلين وجاو مقرمشين. نصفيهم. هنا راني حاطه قدامي صفايه تاع لافريتوز. انا نفضل هكذا نحطهم دائما في الصفايه يقطروا خير من بابي ابسوربون، يعني كل واحد وطريقته. نكمل دائما هكذا عملية القلي، يعني هكذا بالحبة نرمي الزيت، نزيد الثانية والثالثة. كما قلت لكم انا لافريتوز تاعي ماشي كبيرة، دونك ندير غير بثلاثة ونخلي شوية ديال ساعة باش نرمي الزيت وهكذا يطيبوا يعني مليح، يتحمروا كامل على جميع الجوانب، يجوا مقرمشين حتى وين يطيبوا ياخذوا هذا اللون الذهبي. نصفيهم هنايا في هذيك الشبكة تاع لافريتوز. ملاحظة ما نركبش هذه على هذه، يعني كل ما يقطروا شوية نحيهم وندير واحد اخرين. فوالا اذا هكذا كملنا. دوك نجوزو مع بعض نستفوهم في صحن تقديم ونشوفوهم واجدين. فوالا هنا راني موجده صحن تقديم. البوراكات تاوعي خلاص كامل راهم طايبين، جاو محمرين الله يبارك. ان شاء الله هاد الوصفه تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومونتير والبارطاج تاع لا فيديو. اذا هكذا نستفهم نزينهم بطريفه تاع القارص شويه تاع المعدنوس. نقرب لكم هكذا تشوفوا نبابل وكيفاش جات مشلفطه. اذا نقسم معكم هكذا تشوفوا تسمعوا معايا القرمشه. فوالا هاي لك الحشوه تاعها كيفاش جات من الداخل، يعني وصفه خفيفه ظريفه وبنينه، ونغيروا شويه من البوراك تاع الديول. ولا اذا لحقنا للنهايه تاع الفيديو تاعنا اليوم. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه عجبتكم ولاقت بكم. انا ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم صحه سحوركم والى اللقاء.